السؤال السادس والعشرون: هل تسقط السنن الراتبة بسبب الجمع أو بسبب السفر؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حال الجمع في السفر بين الظهرين، الظهر والعصر، وبين العشاءين المغرب والعشاء، ما كان يأتي بسنة المغرب وما كان يأتي بسنة العشاء. هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يأتي بهما ولا بينهما بشيء. ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بسنة الفجر في السفر، أنه يأتي بصلاة الوتر في السفر. هذا كله ثابت على هذا الوجه. لذلك حينما يجمع فلا يأتي بالسنن التي تكون بعد الصلاة، بعد الصلاة الأولى، هذه لا يأتي بها، ولا يأتي بالسنة التي تكون بعد الصلاة الثانية. إن صلى كل صلاة في وقتها هناك خلاف بين أهل العلم في القضية، لكن إن أتى بالسنن فله أجره بإذن الله. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي بسنة الفجر ويأتي بالوتر، وما كان يتركهما في حضر ولا في سفر. ولأجل هذا أقول إن من أتى بهما، من أتى بسائر السنن في السفر حينما لا يجمع الصلاتين، فهذا لا حرج عليه، وأسأل الله تعالى أن يأجره على فعله هذا، والله أعلم.